السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، إذا كنت تتابع هذا الفيديو فقط صلاة، أتمنى منك أنك تروح تصلي، لأنه ما راح يكون لي أي تدخل في دخولك الجنة. أعمالك وطاعاتك بعد رحمة الله عز وجل بإذن الله لا راح تكون سبب بدخولك الجنة، مو بأنا. وفي شيء بسيط حاب أوضح عنه يا جماعة الخير، اللي هو الفيديو هذا راح يكون تقريبا 3 مواضيع مختلفة راح أتكلم عنها، لكن تعتبر موضوعين في نفس السياق وموضوع لحاله، أوكي، عشان لا تضيعون. تمام. والحين اخليكم مع الفيديو. فكرة فيديو اليوم جتني تقريبا قبل شويه، والمعلوميه يا جماعه الخير قاعد اصور الان الساعه تقريبا 12:05 الليل. ف ان شاء الله بحاول اخلص بسرعه عشان اقدر انام واقدر الحق على الدوام يا جماعه الخير. ان شاء الله، يعني اقول ان شاء الله، مع اني اتوقع اني بخلص الساعه 1 بالراحه، لكن ما علينا يا جماعه الخير. الزبده الحين بتكلم عن الموضوع الاول. ادري الحين بعضكم يا جماعه الخير يقول انه انت ليش مستعجل. والله صراحه اول شيء يا جماعه الخير انا مستعجل عشان اكون معكم صريح. ما احب اطول المقدمات وكذا، فعشان كذا قلت خلاص خلني ابدا على السريع. وبرضو في شيء يعني معليش يا جماعه الخير، لكن حاب اشكركم على الدعم الفتره الاخيره. انا ما قدرت اشكركم لاني مع اني عارف ايش اقول، لانه لو بطلع اشكركم يا جماعه الخير بتقولوا لي ليتك ساكت. فعشان كذا يا جماعه الخير ما اقدر اشكركم، لكن اعرفوا انه انا ممتن جدا 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 لكم على الدعم الرهيب هذا. فالمهم، الموضوع الأول يا جماعة الخير، الموضوع الأول تقريبا موضوع عادي تقريبا كذا شويتين يا جماعة الخير. والموضوع الأول هو يا جماعة الخير دخول مهند داير لفريق، أو فريق رياضات إلكترونية أكيد يعني هم بيدخل. أوكي، فاللي ما يعرف مهند داير بتطلع لكم صورته الآن. مهند داير يا جماعة الخير يوتيوبر، صراحة أنا كنت أتابعه حتى من قبل ما أنا أصير يوتيوبر. تمام، فالله يوفقه إن شاء الله في مسيرته. أنا في البداية كنت أبغاه يدخل فريق معين، لكن قلت خلاص بعدين نشوف إن شاء الله بعدين هل ممكن ندخل فريق ثاني ولا لا. اللي يسالني كيف يعني تشوف بعدين، هذا مو المفروض وقع سنه وما ادري وش. لا يا جماعه الخير، هو وقع تجربه تمام مع فريق تقريبا. انا صراحه اكون معكم صريح، اول مره اسمع عنه. اكون صريح معكم، اول مره اسمع في هذا الفريق اللي هو اولز. اتوقع انه فريق جديد اللي هو البوم. تمام. فمهند يا رب بكل اختصار وقع عقد معاهم لمده 90 يوم. تمام. العقد هذا وش هو بكل اختصار؟ بيقعد مع الفريق هذا يصور معاهم مقاطع وكذا 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 لمده 90 يوم. مهند دير عجبه الوضع في الفريق هذا، راح يكمل معاهم، ومثلا خلينا نقول يوقع عقد مثلا سنه سنتين كذا كذا. لكن لو ما عجبه الوضع يقدر يروح يشوف له فريق ثاني او يكمل سولو. تمام. فانا اشوف صراحه اول مره يعني يوتيوبر يدخل كلان، او مثلا واحد يكون سولو ودخل كلان، الناس ما يسوون عليه دراما. يعني في النهايه هو اختار الشيء اللي يعتبره احسن له فعلا يا جماعه الخير. يعني انا لو جاني عرض، نقول ان شاء الله جاني عرض لكلان حدخل 100% عادي، لانه انا صراحه انا اهمني نفسي. يعني اكون معكم صريح فعلا انه انا ابغى مصلحتي الشخصيه. تمام. وبرضه يعني في النهايه اكيد هو استشار واستخار وكذا وكذا قبل ما يدخل الفريق 100%. فالمهم، هذا الموضوع صراحة يعني أنا مصدوم منه. يعني أول شيء أنا مصدوم إنه دخل كلان، مع إني ما كنت متوقع إنه يدخل كلان أبدا. صراحة يعني كنت أتوقع إنه راح يكمل سولو. تمام. فلكن الله يوفقه إن شاء الله. نقول إن شاء الله إنه ربي يسهلها له واختار الشيء الأفضل له إن شاء الله، يعني يا جماعة الخير. وفي حاجة والله كنت بقولها يا جماعة الخير لكن نسيت. الحين بأروح للموضوع الثاني، واللي هو يا جماعة الخير حفل الجوي أووردز. الحفل هذا يا جماعة الخير أقسم بالله ما أطقطق، أكثر حفل أنا كل ما أطالعه أنصدم، ماني مستوعب. حفل جوي أووردز يا جماعة الخير هو حفل توزيع جوائز نهاية كل سنة لمؤثرين ومشاهير. تمام. انا في البدايه كنت متوقع المشاهير راح يكونون في الوطن العربي، وفعلا يعني في مشاهير كثير من الوطن العربي. في مثال يعني محمد عبده، أصالة، تقريبا ممثلين من مسلسلات وممثلين وممثلات، في برضو تكريم الأشخاص. فالمهم، أنا كنت أتوقع أنه راح يكون مثلا في فنانين سعوديين، لكن الحفل هذه السنة والله يا جماعة الخير ولا 1% كنت متوقع أن هذا الشيء راح يصير. واللي هو بكل اختصار أول شيء حفل الافتتاح. تخيل حفل افتتاح جوي أووردز، أنا صراحة مبسوط. أوكي، كاتي بيري اللي غنت، كاتي بيري، تخيلوا الافتتاح كاتي بيري. تمام. وفي صورة انتشرت الميم تمام، لحفل جوي اوورد، اللي هي هذه يا جماعه الخير، انه محمد عبده وراه ممثل سكوت جيم. وترى ممثل سكوت جيم يا جماعه الخير سلم جائزه، والله نسيت وش يا جماعه الخير، لانه من الصدمه انه برضه يا جماعه الخير جابوا محمد هنيدي يقدم جائزه افضل مسلسل، واللي فاز فيها شارع الاعشى. يعني ما يحتاج اقول لكم رايي فيه، مبروك لهم، ما في اي كراهيه لاي شخص. تمام. فانا بقول لكم شيء اللي صدمني كذا مع مجريات الاحداث، اشتنوا شويه. اوكي. فالمهم، جت جائزه مين افضل
اللي هو فنانة يعني صاعدة، اللي هي البنت الصغيرة اللي فازت، اللي هي أتوقع اسمها، والله يا جماعة الخير إني كنت حافظ الأسامي لكن نسيتها، البنت الصغيرة اللي فازت يا جماعة الخير. وما شاء الله يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لأهلها، ما شاء الله فيها ثقة، وإن شاء الله توصل بإذن الله الأعلى وأعلى إن شاء الله يا جماعة الخير. فالحين بقول لكم على الأشياء العشوائية اللي صارت. تمام، الاشياء اللي فعلا عشوائيه اللي صارت. الحين تعرفون بيسان اسماعيل المغنيه، وانا قد تكلمت عنها برضو زمان يا جماعه الخير لانها سوت اشياء واثارت جدل. بيسان اسماعيل كانت تبكي. ليه؟ لانها ما فازت تمام بجائزه اللي هي الفنانه. يعني سؤال يا جماعه الخير، والله اكون معكم صريح، يعني انا ما ابغى انتقد، لكن ايش كانت تتوقع انها بتفوز؟ والله ما اسهب يا جماعه الخير، ضدها اصاله وما ادري الفنانه الثانيه مين. مستحيل تفوزين، مستحيل. خلينا نقول مثلا لو كانت الفنانه هذه اللي فازت، والله نسيت اسمها يا جماعه الخير انا اسف، لكن لو خلينا نقول مثلا لو كانت الفنانه هذه اللي فازت ما كانت موجوده وكانت معها اصاله وفنانات ثانيات وكانت بيسام معاهم، اصاله راح تفوز. حتى لو هذه ما كانت موجوده اصاله راح تفوز. ما ادري ايش كان بالها، هل هي كانت تتوقع انها راح تفوز مثلا ولا كذا؟ وبرضه قصه نفس الشيء مع اوسي مروه اللي هو تقريبا جائزه افضل مؤثر يا جماعه الخير، واللي فاز فيها مجرم جيمز. والله صراحه يا جماعه الخير انه يستاهل، بالاخص بعد سلسله الكرفان او سلسله امريكا، اقسم بالله يا جماعه الخير سلسله تاريخيه. فانا اشوف من وجهه نظري انه مجرم جيمز بدع السنه اللي راحت مره، فيستاهل هذه الجائزه. واكثر شيء عشوائي صار يا جماعه الخير انه اللي سلم الجائزه مين؟ اللي سلم جائزة المجرم جيمز خويه في الكلان شونج اكس بونج. اقسم بالله يا جماعه الخير كميه عشوائيه والضحك صراحه، والله الحفل اعجبني اكون معكم صريح يعني. اوكي، فمجرم جيمز كان ايش بيسوي؟ تمام، ايش كان مجرم جيمز كان بيسوي؟ واللي هو انه ما كان يبغى هذه اللحظه تعدي كذا، اللي فهمتم اللي خلاص كذا اخذ الجائزه وارجع. قال انا راح اتصور سيلفي مع الجمهور، وطبعا اتوقع قبلها تصوروا سيلفي مع معالي المستشار اللي هو تركي آل شيخ، الله يحفظه ان شاء الله يا جماعه الخير. فالمهم مجرم جيمز وهو في المسرح، اقسم بالله شيء يضحك معليش، في المسرح جاء اخذ سيلفي. ميلي بوبي براون هي الوحيده اللي سوت له حبتين، لكن الناس الباقيين برضه هم سووا حبتين تمام. لكن موضوع اقسم بالله في كميه عشوائيه تعجبني انا صراحه، اكون معكم صريح فعلا هذه العشوائيه هي اللي تعجبني. تمام، والمهم المهم يا جماعه الخير، واللي فازت بجائزه او اللي فاز بجائزه افضل شخصيه لسنه 2025 واللي هي ميلي بوبي براون. صراحه انا شفت كلمتها او الخطاب اللي قالته، والله صراحه خطاب مؤثر صراحه يا جماعه الخير. وانا شفت برضو مقابله لميلي بوبي براون، وهي كانت تتكلم عن ايش؟ جربت القهوه العربيه والتمر. يعني انا للان ماني مستوعب ميلي بوبي براون جت السعوديه، والله مو داخل الموضوع في بالي يا جماعه الخير. وصراحه عجبني شكل الجائزه الجديد صراحه، والله شكله فنان صراحه. اوكي، حتى الجائزه القديمه كان شكلها فنان، لكن هذا حسكها. المهم الحين بتكلم عن الشيء الثالث اللي انا كنت بتكلم عنه، واللي قلت لكم يا جماعه الخير في هذا الفيديو، حتى ما بحط لكم اياه في المونتاج بدون ما ارفع اصبعي، لا ارفع اصبعي. هذا الفيديو انا ايش قلت لكم يا جماعه الخير؟ ايش قلت لكم؟ بحط لكم اللقطه الان. قاعد تتضارب على التوب فور، يعني باقي ما حد فاز، يعني انت ليه تقعد تسب واحد بس عشان انه كان مرشح من التوب فور؟ طيب عادي، في النهايه اصلا واضحه يا جماعه الخير، زي ما قلت لكم دربح او ابو عبير وعزيز وللي، دربح 100% يا جماعه الخير راح ياخذ الجائزه، حتى لو ان شاء الله جاء مود الاسمر، وحتى لو ان شاء الله جاء اللي جاء دربح 100% حياخذها يا جماعه الخير. ما شاء الله تبارك الله، دربح السابع على العالم من ناحيه المشاهدات في البثوث، فاكيد 100% باذن الله يعني انه دربحه حياخذها من قبل ما نعرف مين الفائز اصلا. انا قلت يا جماعه الخير في هذاك الفيديو، وقلتها بحظمه لساني، انه مين راح ياخذ جائزه افضل ستريمر؟ دربحه. مين اللي فاز يا جماعه الخير في جائزه الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه لسنه 2025 كافضل ستريمر؟ دربحه. يعني انا ايش قلت لكم يا جماعه الخير؟ الناس تضاربت وبغت تقتل بعض، في النهايه دربحه هو اللي اخذ جائزه افضل ستريمر حتى لسنه 2025. وحتى اصلا دربحه ما استلم الجائزه لانه خلى احد يستلمها بداله لانه هو مشغول في الكينجز ليج. قلت لكم ولا لا؟ انه مهما حطوا مثلا ليلي وحطوا عزيز وحطوا ابو عبير معاه في جائزه افضل ستريمر، لكن في النهايه دربحه ما شاء الله الله يبارك له هو اللي اخذ الجائزه. واللي برضو انا مبسوط له انه اخذ الجائزه يا جماعه الخير، واللي هو مين؟
ابو عمر اقسم بالله يا جماعه الخير انبسطت له ابو عمر لما اخذ الجائزه، وبالاخص اللقاء الكلمه حقته اللي قالها صراحه كانت مؤثره شويه. هذه الاشياء اللي صارت الفتره الاخيره واللي اشوف انها يعني صراحه كنت بتكلم عنها، لكن بالاخص الجوي اوورد يا جماعه الخير، اقسم بالله جوي اوورد والله صراحه هذه السنه والله السنه غير صراحه، واقسم بالله مره رهيب. والى هنا وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم في التعليقات، ومع السلامه.